ما توصلش. كاين بعض المدن اللي ما فيهاش الخضره، ما فيهاش الزيت، كاين ازمه زيت. كلموني ناس من بسكره قسما بالله غير عندهم ازمه زيت، ازمه زيت في بسكره ما كانش. ولات الناس بالمعارف تروح تدبر بيدون تاع زيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الأعزاء، في هذا اللايف العاجل لبن سديرة الذي سنبثه بعد قليل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا أرحب بكم وأجدد بكم الترحاب إخواني في هذا البث المباشر، هذا البث الحصري لبن سديرة، حيث سيوجه رسالة قوية لعبد المجيد تبون. أنت تقول بأن المغاربة يحسدون، قل لي على ماذا يحسدون؟ صراحة لايف مدوي سوف يكون. قبل أن نذهب لمشاهدة هذا الفيديو لبن سديرة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وتعليق بعد مشاهدتكم لهذا اللايف. بالنهاية إن شاء الله سأعود وأناقش بكل صراحة كل ما سوف يتكلم عنه بن سديرة. نذهب إليه مباشرة. الشعب سيثور، وثورة الشعب الجائع أخطر بكثير من ثورة الشعب الشبعان. الآن فيه إضراب الناقلين، الخضرة ما توصلش. كاين بعض المدن اللي ما فيهاش الخضرة، ما فيهاش الزيت، كاين أزمة زيت. كلموني ناس من بسكرة قسما بالله غير عندهم أزمة زيت، أزمة زيت في بسكرة ما كانش. ولات الناس بالمعارف تروح تدبر بيدون تاع زيت. ما هو السبب؟ النقل، ترونسبور ما كاش. كي نقولوا ترونسبور ما كاش معناتها لي غروسيست ما توصلهمش السلعه، ما يقدروش يبيعوا لي ديتايون، لي ديتايون ما يقدروش يبيعوا الحوايج، الحوايج ما يقدروش يوصلوا للمواطنين. والان في حديث انه غدا 8 جونفي الخميس في اضراب لبائع بائع الجمله. نعم، لي غروسيست راح يديروا اضراب. يخرج لكم هذايا واحد اللي نقزوه قال له خرج قول ما كانش اضراب. كاين اضراب، انا نقول لكم كاين اضراب. غدا كاين اضراب تجار الجمله تاع السمار وهذو كل الاماكن تاع الاخر. كاين اضراب، لماذا؟ لانه اضراب منطقي، ما كاينش ترونسبور. الناقلين تاع الشاحنات والناقلين تاع لي فورغون والحافلات ما يوصلوش السلعه. اذا كروسيست وش يبيع الهواء ما كانش. هيه شوف، ها هو هذو راهم الناس دايرين اضراب، وراهم الناس اللي دايرين اضراب هذو. خلينا نشوفوا. قلت لكم عندي عليكم خوتنا العزاز. الظاهره تاع التقراف ماهيش حاكمه غير لي سيميرو مور، حتى اصحاب الفراقن الله يبارك، ماشي الله يبارك، هذه عبسه نتاسفوا عليها بزاف. البنو ما كاش، المازوت غالي، القرار تاع البورت باجاج عليه الحبس خوتنا العزاز، والله غير بزاف علينا. ما نقدرش نهضر باسم الدوله ولا حتى انا نخاف من الحبس. كيما دركا شوفوا السومه تاع الطراجي راح تزيد، صافي دوك المشتريه تاعنا ديروا في حسابكم باللي ما كاش هذيك تاع 800 مليون، راح تزيد، راح تولي من مليون ونص وطلع. والله غالب حتى انا لو كان جيت نخدم طراجي نعذر روحي. البنو ما كاش، وزيد لا كاين غالي، البورت باجاج عليه الحبس، ما نخدموش صافي نحبسوا. خوتنا ان شاء الله تسيبوا لنا حل في اقرب وقت. والمشتريه تاعنا اللي ماش حيلحقوهم لي شومبر سمحوا لنا، والسومه راح تزيد، الله غالب فوق يدينا خوتنا. السلام عليكم خوتنا. تحديات كبيره، لما نتحدث عن تحديات كبيره لانه ناكدها ماهيش ديماغوجيه او لغه خشب، وانما فيه تهديدات خارجيه كذلك من جار السوء. كلكم يعلم المخزن، وان كل هذه الصفحات بعد ما تصفحناها هي صفحات من الخارج للاسف. لانه ربما خليني نعطيكم واقعه واحده اخرى. الشيء اللي راه يصير كذلك عنده حتى علاقه بالرياضه، لان المنتخب الجزائري راه مقلق جيران السوء للاسف، لان مثل هذه البلبله راح تضغط على المنتخب الجزائري، ما تخليش الشعب الجزائري يفرح بالمنتخب. الناس دايره اضراب، الكوام والحافلات الطاكسيات الفورغون كذا كذا. وغدوه الخميس التجار الجمله لي غروسيست راح يديروا اضراب، معناتها ما كانش السلعه. ويخرج لك هذا يا مش عارف انا واسمه، هذا يا عصام بدريسي، مش عارف انا اول مره نسمع به، هذا رئيس نقابه التجار ومش عارف شكون، مش عارف اللي عطى له لاكريمو هذايا. يخرج يقول لك ما كانوا لا تفكرت هذاك اللي يقول ما كانوا يخرج يقول لك ما كاش اضراب، ما كاش. سيد بالكوستيم وقاعد شوفاج والدنيا هانيه والكاميرات قدامه، ماهوش نشوف جماعه الفراق اللي راهم دايرين لاشين 5 سوايع باش يعمر البلان.
او جماعه الفراق اللي راهم قاعدين الرواد ما عندهمش بياس ديتاشي، ما عندهمش، مش يشوف الكوام ومساكن يضربوا الصحراء السخانه والبرد والثلج والقبار والزفزافي والدنيا ما يشوفهمش، هو قاعد متكسر يقول لك كانوا هالو احنا اللي نعينوا نديروا اضراب ما نديروش ما كان. وهذه الامور هذه تاع المخزن المغربي، يعني ولا لهم المخزن المغربي شماعه فشلهم. اي حاجه ما يش مليحه يقف وراءها المخزن المغربي. يا ربي المخزن المغربي ما عندوش بقى السابق، هو اللي حرط في السائقي الشاحنات. المخزن المغربي، النظام المغربي، هاي يا سيدي روحوا شوفوا النظام المغربي. النظام المغربي هو اللي درنا هذه شوفوا هذه الامور هذه يقف وراءها النظام المغربي. انا اعطيكم دليل، دليل النظام المغربي هو الذي يقف وراءه. شوف. السلام عليكم، كيفكم لاباس؟ عندك هذه غير نصبت اليوم، عندك حالة، عندك هذه حدا مدرسة عبد القادر علولان. السلام عليكم. يعني الطريق هذه كل ما نوصلوا ليها هكا شوف فاري شوف علاه والله غير عيب كارثه. شوف والله غير تبهديله كارثه، وراه مسؤول عندها 4 أشهر وياك. والله غير عيب وراه مسؤول 5 مترات يكون غير بزاف. ولا هذه فيها قليعه. هذا المشروع تاع لي فوس سيبتيك هذا اللي درتوه، راه الماء هنا نوصل، راه روفو الماء نشوف الماء. خدمه تاع لي فوس سيبتيك ما ياكلش هذه. واللي ما يعترفش فهو جاحد وحسود. هاي لك حمد، هاي لك حمد، ها مكسروا تيو، هاي الدخله تاع ابو لحيه، هاي طريق مغلوقه. هذه قلت له لا فن يدخل، هذه الخدمه الله يبارك خدمه يعني لا دير ما تدش على حتى 5 سنين تشوف الماء وين راه. ابا هذا النوع من المسؤولين وهذا النوع من التسيير هو السبب في الفجوة بين الشعب وحكومته، هو سبب تأجيج نار الغضب بين الشعب وحكومته. هذا جسر عنده تقريبا 5 أشهر مازال بترابه والحديد مائل كما هو، حتى وإن كان في إطار يعني تهيئة الجسور. واللي ما يعترفش فهو جاحد وحسود. واللي باش تكون على بالك يا سيدي، المغرب هما الحاسديننا. احنا هذه المشاكل شفتوها الطريق مكسره والزيقول والسخ والدنيا واخذه وكذا كذا كلها يقف وراءها النظام المغربي اللي ما يعترفش بهذه الانجازات العظيمه، راهو حسود وحاقد. شتو اللي ما يعترفش بهذه الانجازات العظيمه؟ هذا انسان حقود وحاسد، حاسدنا ويحقد علينا لانه مش عاجبه الحاله واش راهو صاير في البلاد. الدنيا هذا التقدم وهذا التحضر هذا اللي صايرنا حنايا ناس حاسديننا. إذا شكرا لكم متابعي القناة الأعزاء الأوفياء الكرام لمتابعتكم لهذا البث المباشر بالكامل الذي كان لبن سديرة، حيث يعني وجه رسالة. تبون يقول المغاربة يحسدون بكل صراحة كما قال بن سديرة، على مدى يحسد الشعب المغربي أو المغاربة عامة أو الحكومة المغربية الجزائر على المعيشة المزرية، أم على استغلال ثرواتها، أم على البنيات التحتية الفاشلة، كأنك في بلد من عصر الجاهلية. أنا لا أهاجم الجزائر
أو أقول أشياء لا تقع. نحن نتمنى الازدهار لدولة الجزائر والتقدم، لأن تقدم الجزائر أو أي دولة فمن المفروض حتى الدول المجاورة أن تتقدم، يعني كل الدول. نتمنى الازدهار لإفريقيا بالكامل، لكن ما نشاهده في الجزائر صراحة أزمة كارثية. هل نقول بسبب عدم الموارد؟ لا، بل بسبب عدم سوء تدبير، هو بسبب سوء تدبير للدولة من طرف النظام. النظام لا يعمل للأسف إلا من أجل نفسه، ثم يوهم الشعب بخلافات وهمية مع الجزائر. أي خلاف للشعب الجزائري مع الشعب المغربي هو في صالح النظام الجزائري، ليس في صالح الشعب. لهذا يحاول أن يوهمه وأن يعيشه في أوهام خلاف وصراع، والمغرب يكرهه ويحسده، والجزائر تعيش أوضاع مزرية للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماء ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أخواني البيت المباشر قادم، دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم.